السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة الفلاحي البيضة القشطة يا جماعة، اللي ما شاء الله عليها طعمها أحلى من السوبر ماركت وأحلى من المحلات وأحلى من أي جبنة عملتوها في حياتكم. أنا مش بأفور في الكلام يا حبايبي، بس هي حقيقي تستاهل كل ده. طعمها تحفة وكريمي وجميلة، زبدة يا جماعة ودايبة دوب ومتماسكة وجميلة جدا. مكون واحد بس اللي هنحطه هنا. انا عندي لبن غلياه وبس، كنت سايباه لما يدوبك بس دفي. هو كيلو وعليه معلقة واحدة من المنفحة دي، حاجة اسمها منفحة بتتباع في الأسواق أو عند الجماعة الفلاحين. جبت معلقة واحدة بس كده، حطيتها وقلبتها في اللبن وهو يدوبك دافي دافي زي دمع العين، يعني دافي خالص يا جماعة. يدوبك تلمسيه كده بصباعك تلاقيه دافي جدا. فتروحي حاطة بقى عليه المنفحة وتقلبيه كويس لحد ما يكتمل الذوبان بتاعها. وبعد كده يا حبايب قلبي بتاخديه بتغطيه وبتركنيه في مكان دافي. انا هجيب غطا بس اهو، هغطيه وهحط عليه الفوطه كمان علشان يدفى شويه، وهركنه بقى في مكان ما يتهزش ولا اي حاجه. ساعه كده، ساعه ونص، وهبتدي ان انا ابص عليه. ما شاء الله ما كملش الا ساعه واحده، لقيته تبارك الله عليه زي ما شايفين حضراتكم كده. يا دوبك يعني مسكت نفسها كده، اللي هو شويه اللبن اللي انا عملتهم، كيلو اللبن. فخدت يا حبايب قلبي زي ما حضراتكم شايفين، جبت عندي هنا طبق بلاستيك وعليه مصفى، اي مصفى عندك، استانلس، بلاستيك، اي حاجه. وبجيب شاشه نظيفه جدا جدا زي ما شايفين حضراتكم كده، وبحط عليها الخليط بتاع الجبنه بتاعتي وبلمها كده وبصفي كده بايدي على قد ما اقدر الشرش بتاعها. وبعد كده بغطيها برضو بالغطا وعليه الفوطه وبركنه على جنب لمدة برضو ساعة أو ساعتين في الجو الشتا ده. زي ما شفتوا حضراتكم هفتح عليها اهو وهشوف هي كده عملت ايه. لو لقيتها متماسكة معايا بخرطها وبحطها في قلب علبة بتاعت جبنة أو أي علبة عندك بلاستيك. أنا كده شفتها ما شاء الله عليها، هي كويسة جدا ومسكت نفسها. هاخدها بقى اخرطها كده بالسكينة خرط. حابين تعملوها زي الجبنة الشوالي اوكي، بس دي الخرط دي جميلة جدا عشان هي بتبقى دسمة وناعمة وبخيرها يا جماعة. يعني بخيرها، يعني بقشطتها، مش واخدين منها الوش بتاع اللبن ولا اي حاجة. زي ما شايفين حضراتكم كده خرطتها خرط كده. وبعد كده يا حبايب قلبي هاخدها واجيب عندي علبة وهحط الشرش، اي علبة بلاستيك زي كده. بس دي الصراحة لقيتها صغيرة فحبيت اجيب علبة كبيرة شوية علشان تبقى مستريحة كده الخرطة بخرطتها. هاخد بقى الشرش اللي اتصفى ده كله وهحطه في قلب العلبة، وهاخد شوية ملح واملحه بيه. عايزين ملحها خفيف اوكي، مفيش اي مشاكل، بيبقى معلقة واحدة بتاع طعام. عايزين ملحها تقيل شوية بتحطيه معلقة ونص. وبعد كده بتخرطيها. ما شاء الله عليها جميلة جدا يا جماعة. دي بعد ما بيتها ليلة كاملة في التلاجة مسكت نفسها والخرط كده بقت زي الزبدة. وحطيتها في علبة كده يا حبايبي، هتشوفوها دلوقتي في اخر الفيديو. وسبتها في التلاجة ليلة كاملة، وبعد كده طلعتها وقدمتها مع قرنين فلفل حمر وقرنين خضر. وبألف هنا، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.